كابتن عمر هوساوي نجم دفاع النصر. كابتن عمر، ديربي امام الهلال، ما اقدر اكمل، انت اللي كمل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اكيد لا شك يعني مباراه النصر والهلال من اقوى الديربيات في الوطن العربي، يعني مو على مستوى المملكه خاصه. فان شاء الله اننا مستعدين لذي المباراه ان شاء الله، وراح نوعد الجمهور ان شاء الله نقدم اقل شيء المستوى المامول ونظفر بالثلاث نقاط ان شاء الله. طيب والهدف المباراه الاخيره؟ بيبي الله قبل كل شيء، الحمد لله، توفيق من الله قبل كل شيء، ثم بجهود اللاعبين ولا ننسى اللقاء اللي سويت معك قبل مباراه. سجلت هدف، وجه حلو عليك. اي اكيد منور ما شاء الله عليك. اي بس تشيلسي انهزم، ليفربول ادبوكم. والله عاد ايش نسوي، هذه المباراه كذا المباريات يا اخي تضغط صراحه لا تعليق، يعني ما قدمنا زعلان؟ اكيد اني زعلان، ما حد يحب الخساره. طبعا اكيد انت تتكلم عن النصر والهلال، اكيد يعني مباراه كبيره، فريقين كبار. انا اتوقع يمكن الجماهير كلها، الجماهير السعوديه ويمكن الجماهير العربيه تنتظر مباراه مثل من هذا النوع. اتمنى انه الفريقين يقدموا مباراه كبيره، اتمنى انه الجماهير اللي تحضر ولا تشاهد المباراه يستمتعوا بالمباراه، وطبعا اتمنى انه الفوز يكون من حليفنا يعني. لكن تتكلم انك تلعب مع فريق كبير، فريقين كبار، صعب التوقع، لكن انا اتوقع انه باذن الله تعالى المباراه حتكون ممتعه، واتوقع ان المباراه فيها اهداف يعني. ابو عمر، انت كلاعب ما شاء الله مخضرم وقديم في الملاعب، لعبت دربيات كثيره، ايش الدربي اللي ما تنساه؟ مباراه ما تنساها؟ لا طبعا مباراة ما انساها كثير والله. طبعا انا يمكن لعبت يعني فتره طويله مع الاهلي وديربي الاهلي والاتحاد، لعبت مباراه كلاسيكو زي الاهلي والهلال، الاهلي والنصر، النصر والاهلي، الاهلي، يعني كلها مباريات كبيره بصراحه. في مباريات كثير ما تقدر تنساها بصراحه، لكن يمكن مباراتنا مع الاتحاد كانت كاس نهائي كاس ولي العهد اللي كسبناها 2-1، كانت من المباريات اللي ما تتنسي. طيب واول ديربي لك مع النصر والهلال تذكره؟ اكيد طبعا كانت اول مشاركه لي يمكن في ديربي الهلال والنصر، وربنا وفقني في ذيك المباراه وسجلت هدف، يعني اكيد شيء ما يتنسي يعني. اكيد مباراه ديربي بين ناديين كبيرين، نادي الهلال نادي كبير بجمهوره وبرجالاته وبلاعبينه، ونادي النصر ايضا نفس الشيء. نتمنى ان شاء الله المباراه هذه تعكس يعني مستوى كل فريق، ومستوى او تعكس الشيء اللي الان قاعد يثار في الاعلام، انه نزول المستوى الكره السعوديه، ان تكون المباراه يعني على المستوى المامول. زي ما انت عارف يعني الجمهور برا يعني حيكون التحدي اكبر، لكن احنا كلاعبين او جهاز فني تكلمنا في الموضوع هذا، واكيد يعني اي فريق على مستوى العالم يعني يعي هذا الشيء. الاهم بالنسبه لنا في الدوري 3 نقاط. صحيح انه بيكون في ديربي، نتمنى ان الحضور الجماهيري يكون متواجد بشكل كبير، وان شاء الله نقدر نمتع لا احنا ولا شقيقنا نادي الهلال. سعد، لعب دربيات كثيره، اكثر من ديربي، ايش المباراه اللي ما تنساها لك؟ والله كلها ما انساها طبعا، كل مباراه عن الثانيه تختلف، فيها نجوم، فيها زملاء معاك يعني من نجوم سواء نادي النصر او من نجوم سواء نادي الهلال، يعني ما بينهم تحديات يعني ما قبل المباراه، اثناء معسكرات المنتخب واثناء ومن خلال المباراه في الملعب. يعني كل المباريات اكيد يعني لها ذكريات ولها مواقف سواء بحلوه او بمرها. وهي المباراه ممكن اللي تستحضرني اكثر هي مباراه كنا نقلب النتيجة مع نادي الهلال، ولكن للأسف يعني في آخر الدقائق استطاع الهلال أن يحرز الهدف الخامس. يعني المباراة كانت يعني كان فيها روح لين آخر دقيقة، مع أنه زميل الهلال كسب المباراة، ولكن إن شاء الله بإذن الله أنه النصر حليف النصر في المباراة القادمة. حسب معلوماتي سعد الحارثي 3 سنوات جدد، صحيح الكلام هذا ولا لا؟ والله إلى الآن ما صار أي شيء يعني في خصوص الموضوع التجديد العقد، ما صار أي شيء. ثقتنا كبيرة إن شاء الله بإدارتنا وبرجالات نادي النصر وأعضائه، ولابد سعد من النادي، وان شاء الله متى ما امر النادي بالتجديد معه هو تحت امرهم ان شاء الله. طبعا نصر الهلال يعني مباراه ما تحكمها اي مقاييس واي ظروف، طبعا ديربي مهما الكل يتكلم على انها مباراه 3 نقاط، طبعا ما هي بهذه الطريقه، مباراه تعني الكثير غير ال3 نقاط. اتمنى صراحه التوفيق هذه المباراه تكون دفع لنا تكمله مسيرتنا في الدوري ان شاء الله. كابتن احمد، انت لعبت الهلال سابقا والحين في النصر، وش الديربي اللي راسخ في ذهنك الى الان اللي مستحيل تنساه، سواء لعب ضد النصر يوم كنت في الهلال او انه مع النصر لعب ضد الهلال؟ والله طبعا يمكن الديربي اللي هو 5-3 طبعا، اللي كنا قريبين لدرجه يعني كبيره بعد ما كنا متاخرين، ولكن ما الله وفق يعني. الصراحه كانت من افضل المباريات يعني اللي لعبناها يعني.